عليكم الاخوات، لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى تكونوا كاملات على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد على قناتي وقناتكم كاسرار كريمه. بعد غياب اخيرا رجعت لكم لانكم نتوما اللي طلبتوا مني الاخوات باش نشارك معكم حل واحد المشكل اللي انا اصلا كنت كنعاني منه، بالخصوص خلال فتره الحمل. بعض الاخوات كانوا متبعيني في هذه القناه ومتبعيني حتى في انستغرام في البدايات ديال الحمل ديالهم هما، وانا كنت في اواخر الحمل ديالي، وسبقت وتكلمت انا على مشكل كان واقع ليا واللي هو فقر الدم، وطلبتوا مني كريمه اختي وعافاك الا ما شاركي معنا شي وصفه ولا شنو العلاج اللي اعتمدتي عليه باش انك تخلصي من فقر الدم خلال فتره الحمل. انا سبقت كنت شاركت مع الاخوات في الانستغرام يعني بعض الاغذيه اللي كنت كنعتمد عليها باش اني الحمد لله والشكر لله نتخلص من فقر الدم، لاني سبحان الله كنت اكتشفته غير بالصدفه. خلال فتره بالخصوص في الشهور الاخيره ديالي كنت مشيت كونترول على عند الطبيبه غير هكاك بالكونترول اللي كانت عطاتني ما قبل الولاده، وكتفاجئ بانها كتشوف في عيني. انا كنت كنلاحظ لاني في الفتره ديال الحمل، هذه الحماله هذه الرابعه صراحه نقدر لكم كانت من اصعب فترات الحمل اللي مريت بها في حياتي كامله. واخا كان كيجيني داك العياء وكنت كنصابر نصاب فقر الدم والاعراض اللي كتجيني ديال الحمل ديال القيء المستعصي، السيلان ديال اللعاب، راه نتوما عارفين كنت سبقت وشاركت معكم هذا. ولكن هذا الحمل هذا جاني اصعب من الثلاثه الاولين، لاني واجهت فيه مشاكل صحيه عديده، وسبحان الله العلي العظيم هذاك الشيء اللي مريت به في الفتره ديال النفاس داز عليا كثار من داك الشيء ديال الحمل. فيما يتعلق بفقر الدم، انا فاش مشيت عند الطبيبه شافتني غير من عينيا قالت لي: يا كريمه انتي عندك نقص في الحديد لدرجه اللي هي كبيره. انا ملي قالت لي هكاك صراحه انا نكذبش عليكم انا يا خفت. شافني قالت لي: كريمه عينيك بيضين، واش ما كتشربيش الحديد؟ قلت لها: شوفي يا دكتوره، انا تنشربه مره ومره لا، لانه هذيك الحمل ديالي جاب التزامن مع واحد الازمه كنا كنعيشوها بسبب الوفاه ديال بنت اخ الزوج ديالي، وكان صافي ما بقيتش كنديها في صحتي نهائيا. تصوروا الحامل والجنازه ومن بعد كيجيوك الناس، ما بقيتش نهائيا كنديها في راسي نهائيا ولا الصحه ديالي، حتى فعلا الحاله ديالي تدهورات. ملي مشيت عند ديك الطبيبه صراحه اللي انا كتحمقني ديك الطبيبه، فاش كنمشي عندها واخا نمشي مريضه كنولي لاباس. ومشيت عندها شافت العينين ديالي وهذيك قالت لي: شوفي قبل ما نهضر معاك ولا قبل ما نعطيك الدواء ولا هذه عاد تمشي ديري ليها التحليله ديال الدم ديال الانفاس. مشيت درتها، ملي درتها فعلا تصاب عندي فقر الدم. من بين ماشي غير الملاحظه ديالها، الملاحظات ديال العديد من الناس كانوا كيشوفوني شاحبه وصفراء، وحتى انا واخا انا كنشتغل في مجال متعلق بالصحه ما كتبقايش تلاحظي في راسك عكس الملاحظات اللي كتلاحظيهم في الناس. دابا انا تجي عندي شي وحده نشوف الملامح ديالها نعرف شنو عندها، عكسي انايا سبحان الله ما كتبقايش تلاحظي في راسك شنو ضارك ولا مالك ولا اشخاصك. مشيت درت ديك التحليله ديال الدم وفعلا تصاب عندي فقر الدم واصل ل10. الطبيبه قالت لي: عندك فقر الدم، خاصك ضروري تشربي فقر الدم، ما تحيديش نهائيا حتى تولدي، وكذلك حتى بعد الولاده باش تعوضي هذاك الحديد اللي ضاع منك خلال فتره الحمل. عطاتني شربت الدواء ديال فقر الدم، هذيك ليزوفير كانت كتعطيها ليا 2 وقات، نشربها في الصباح ونشربها في الليل. كما كنعرفوا كما هو معروف الادويه ديال الحديد كتخاد مره واحده فقط في النهار، كتاخذيها يا اما بعد الفطور ولا بعد الغداء. والاخوات اللي كياخذوا الحديد عافاكم بقاو تبعدوا الادويه ديال الحديد مع اتاي، ماشي مشكل ما تقولوش حقا اتاي ما نشربوش خلال فتره الحمل كيدير فقر الدم. شكون اللي قال لكم اختي اتاي كيدير فقر الدم؟ شربي اتاي ولكن بعدي بينه واحد الساعه ولا 2 سوايع من الكينه اللي غاديه تشربي. مثلا كنتي غاديه تفطري مثلا الصباح باتاي، بعدي واحد 2 سوايع عاد خودي الكينه ديالك باش اتاي ما يحرقش المفعول ديال الكينه سير بلاص. بقيت كنشرب هذيك الكينه ليزوفير في الصباح وفي الليل، في الصباح وفي الليل كتعطيني 2 وقات، وقالت لي ضروري تعتمدي على الاغذيه والاطعمه اللي كتكون فيها الحديد. علاش كنت كنعتمد على العدس الاحمر اكثر، يعني كنت كنطيب وكناكلو، كتلقيني في كل ان وحين كناكل العدس الاحمر، راه معروف كتلقاوه في المحلات التجاريه الكبرى ولا كتلقاوه على الهريات. حنا في الفيلاج اللي انا ساكنه فيه ما كاينش العدس الاحمر نهائيا، لكن غير العدس العادي اللي كنعرفه. واخا العدس العادي فيه منافع كثيره وغني بالحديد، ولكن عكس العدس الاحمر اللي فيه واحد النسبه عاليه ديال الحديد. ملي كتشربيه فعلا الجسم ديالك يعني كيستافد منه.
كنت كنعتمد كذلك على الباربه الاخوات، كنديرها الاخوات كذلك الباربه كنديرها على عصير كنشربها بشكل يومي. والباربه المنافع ديالها راه ماشي غير انها كتعوض الجسم ديالك على الحديد، راه فيها منافع كانها سبحان الله العظيم كتمنع التشوهات الخلقيه خلال فترات الحمل. مفيده لواحد الدرجه اللي ما تصوروهاش فيما يتعلق بانها كتمنع كذلك التشوه. شوف هو راه داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، ولكن حنا كنديروا اللي علينا والكمال لله سبحانه وتعالى. قلت لكم الحديد كنت كناكل العدس بزاف، كنشرب الباربه. انا الباربه ما كنتش كنقدر عليها اني نطحنها خضراء. تيقولوا لي خاصك ديرها خضراء باش تستافدي منها، وفعلا الاستفاده الكبيره من الباربه وهي انك طحنيها خضراء ولا تسلقيها غير شويه. انا ما كنتش كنبغي نسلقها غير شويه، كنت كنسلقها بزاف وكنديرها مع الليمون اللي تصوروا. كنت كنبقى انايا واقفه غير بديك الباربه، لاني انا ما كنتش كناكل نهائيا، ما كنت كنفطر ما كنتغدى ما كنتعشى نهائي. اللي كنت كناكلها حاشاكم كان صافي ما كتبقاش ليا في الامعاء ديالي. كنت كنعوض الجسم ديالي غير العصائر من قلت لكم اللي هو عصير الباربه وعصير الليمون. خاطي يقول لك حكا عصير الليمون ما تشربيش في فتره الحمل، ولكن اي حاجه في فتره الحمل اختي غير كوليها. اللي انا كنقول لكم في الفتره ديال الحمل اي حاجه تشهيتيها وبغيتيها كوليها وشربيها، حيت راه الا ما نفعتيش الجسم ديالك بداك الشيء اللي انت باغيه ومشهيه خلال فتره الحمل، راه غادي تقطع عليك خلال فتره الولاده. كيف ما كنعرفوا الوليدات كيتزادوا بالغازات في الامعاء ديالهم بسبب الاطعمه والاغذيه اللي كتكون كتناولها الام خلال فتره الحمل. ولكن اختي خلال فتره الحمل ما تحرمي من راسك من حتى شي حاجه، كولي وشربي اي حاجه بغيتي. وملي كيتزاد الولد، هو اصلا الولد ولا البنيه كيتزاد بالغازات، راه ماشي حتى كتبقاي تاكلي الماكله ما بعد الولاده. انا في واحد الطبع ما نكذبش عليكم، ما كنقطع والو بعد الولاده. كناكل كل شيء باش كنولف الولد ولا البنت ديالي على الاطعمه كامله، باش ماشي تجي واحد الفتره وهذا ملي نبقى ندخل ليه انا الماكله تبقى اي حاجه من الماكله تضره. ضروري هذيك 3 شهور كتكون واعره، سواء ديري ريجيم ولا ما ديريش ريجيم بزاف. راه اي حاجه دخلتيها للجسم ديالك وما كانتش غير ملائمه كوني متاكده بانها راه غاديه تضر هذاك التربيه ديالك، فما بالك عاده تقطعي. وهذيك الام مسكينه ملي غاديه تقطع كل شيء باش غاديه ترضع هذاك الولد ولا البنت الا كانت كترضع رضاعه طبيعيه. الرضاعه الطبيعيه ما تستغناوش عليها نهائيا لانها مفيده للرضيع ديالك. راه غير نقطه منه راه كتعاون بزاف، كتقوي المناعه بزاف الامور، كتحمي جسم الطفل ديالك من العديد من الامراض اللي يقدروا يصيبوه. لهذا اخوات في فتره الحمل الحديد مهم جدا، ما تستغناوش عليه نهائيا. قال لكم الطبيب خذوا الحديد، راه كان لك يعطيه من الشهر الاول كتبقاي تشربيه دائما. الا كان عندك الحديد مقاد راه كيعطيه لك مثلا تقريبا غير 3 المرات في الاسبوع، كيعطيك الحديد. وحتى الحمض الفوليك كما كنعرفوا كذلك الحمض الفوليك حتى هو مفيد خلال فتره الحمل، لانه كذلك تمنع التشوهات الخلقيه، وحتى كيخلي العمود الفقري ديال الجنين يعني يطلع بصلابه وفي صحه جيده. الحديد مفيد جدا. اطعمه والاغذيه اللي كنت كنعتمد عليهم الباربه والعدس الاحمر اكثر، وحتى كنت كنشرب الدواء ديالي 2 وقات في النهار كيف ما عطاتني الطبيبه. من بعد ملي كتب الله وعاود التحليله لقيت بان الدم نسبه الحديد في الدم عندي وصلت ل11. هذه راه نقدر نقول لكم راه تقريبا وصلت ل11 غير ما يقارب شهرين تقريبا 11. الحمد لله مزيان. انا كانت قالت لي خاصك ضروري تعاودي التحليله قبل الولاده باش نعرفوا الحديد عندك فين واصل، باش ما تواجهيش شي مضاعفات في الفتره ديال الولاده. راه باش يكون عندك فقر الدم وتكوني في الفتره ديال الولاده راه لا قدر الله كيوقعوا بعض المره مشاكل صحيه المراه تقدر تصاب شي اعراض جانبيه ما بعد الولاده، مثلا ك هذا الفيضه مشات ليا باللغه العربيه. المهم كنحاول انايا نوصل لكم الفكره. هذا امور اللي كنت كنعتمد عليها. نتمنى نصيحتي تكون فادتكم، ونتمنى المعلومات اللي عطيتكم وما ندخلش عليكم. وحاولوا حتى نتوما الا بغيتوا شي موضوع نتكلم عليه قولوه ليا، وتهلاو لي فراسكم، وكل وحده
حامله، الله يفك وحيلها على خير يا رب العالمين، والله يرزق الذريه الصالحه لكل محروم ومحرومه يا رب.